اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا رب اللهم اكتب لنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين، واصلح حالنا وأحوالنا ودبر أمورنا وفك كربنا وفك كرب كل المسلمين. اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. طبعا يا بنات النهاردة كده يوم الوقفة، وأنا طبعا فرشت معاكم يوم الوقفة، بس عايزة أقول لكم كنت طول ما أنا شغالة كان يعني لساني الحمد لله عامر بذكر الله، والحمد لله كنت الدعوات اللي بقدر افتكرها بدعي لكل الناس. والله ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، وييسر امور كل المسلمين، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويستر عرض الولايه كلهم وعرض البنات كلهم يا رب العالمين. طبعا هتلاقي صوتي شويه كده من كتر ما انا بقى مع نفسي طول ما انا قاعده فاعذروني شويه على صوتي. طبعا يا قمرايه لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله، وربنا يصلح حالكم واحوالكم ويكبر بخواطركم يا رب العالمين. النهارده ده كده كان يوم الوقفه، وانا حابه معاكم اخلص كده بسرعه عشان خاطر انزل معاكم الفيديو، عشان ان شاء الله مش عايزه اتاخر معاكم في تنزيل الفيديوهات. فانا عملت ده فعلا الصبح بدري، كنت راجعه من الشغل، كنت بايته في الشغل امبارح وراجعه من الشغل النهارده الصبح. ارتحت شويه كده وبدات بقى اقوم ان انا الاول اخش على اوضه الولاد. وطبعا التراب كلنا اشتكينا من التراب الفتره دي، وانا شايفه كل الناس بتشتكي من التراب الناعم اللي موجود عندها، فربنا يعيننا جميعا يا رب اللهم امين. عايزه اقول لكم كنت تقريبا كل اسبوع بقينا ننظف من التراب التنظيفات العميقه بسبب التراب ده، يعني التنظيفات العميقه مش بقت شهريه، لا ده بقت كل اسبوع او كل يومين ثلاثه بسبب التراب. فربنا يعيننا ويقوينا. فانا هحاول ان شاء الله الفتره الجايه ان انا اقفل الدنيا، وفعلا هقفل معاكم. واول حاجه عملتها نظفت الشباك من التراب اللي فيه، وطبعا انا اوريكم التراب عامل ازاي وحاله عامل ازاي والدنيا صعبه ازاي. فقلت طبعا هبتدي بالشباك لان هو اللي بيدخل تراب. ننضف الشيش وننضف السلك كده معانا من الاتربه اللي موجوده فيها، برغم ان انا بحب المنظر ده. بصوا الشجر ده بيبقى شكله حلو قوي في الربيع، وطبعا انا يعني المساكن عندنا مليانه شجر كتير قوي، فانا بحب الشجر ده والوانه. بس طبعا للاسف هنقفل عشان خاطر ما ينفعش بقى ايه التراب يبهدلنا اكتر من كده لحد ما ربنا ييسرها ونبدا نفتح تاني، لان انا من الناس اللي مش بحب اقفل بصراحه. فالمهم قفلت معايا الشباك، والستاره كنت لسه غسلاها الاسبوع اللي فات، طبعا مش هغسلها معانا، هبدا ان انا انفضها كده من التراب اللي موجود فيها لا اكتر ولا اقل. حسيت بشويه ترابه ناعمه عليها، اديتها تنفيضه حلوه كده معايا بالفوطه، وفضلت اخبط فيها شمال ويمين، وبدات ان انا المها برده معايا على جنب. وهقفل الستاره كمان خالص، يعني مش هنفتح الستاره اليومين 3 بتوع العيد دول، هنفضل مقفلين كده الدنيا معانا. كده كده باب الاوضه بيفضل مفتوح، والشبابيك يعني تانية بتفضل مفتحه زي شباك مثلا الحمام والكلام من ده، فده هيهوي معانا الدنيا. المهم يا بنات ان انا كده ايه الجنب بتاع الستاره اللي هو عند المكتب لميته، وهبدا بقى الم الجنب ده كده معاكم بحيث ان الستاره تكون اتلمت واتظبطت معانا. وطبعا الستاير بتدي شكل جميل قوي قوي للاوضه. عايزه اقول لكم يعني المكان من غير ستاير بتحس ان المكان كده شكله غريب، شكله مش لطيف، يعني ايه بحس ان الستاير كده بتدي بهجه للمكان وبتنطق المكان. فطبعا ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، ونعمل كلنا اللي نفسنا فيها ونجيب الستاير اللي نفسنا فيها. فانا طبعا صيف شتاء تلاقي عندي الستاير حطها على طول، مش بقدر اشيلها خالص لاني بحس ان المكان لوحده يعني بقى شكله غبي كده بقاش عاجبني. فالمهم بظبط الستاره وانا بعرف ان انا اقفل الجناب بتاعتها عادي. هنبدا بقى كده نمسح التراب الناعم اللي على شباك السراير، والتراب زي ما انتم شايفين حاله عامل ازاي، يعني مش قادره اقول لكم. يعني انا اليومين اللي فاتوا دول اتهريت تنظيف تراب، اتهريت تنظيف تراب، يعني الترابه ناعمه جدا قوي كده زي ما انتم شايفين. بدات اجيب معايا فوطه عاديه او حته عاديه جوانتيات اللي هي بوبره ديت، بدات اجيبها معايا، وان انا بروح بصراحه كده في علبه ميه ببدا ان انا اشطفها. عايزه اقول لكم في اخر العلبه كان في شويه تراب محترمين. المهم ان انا بدات ان انا اشطفها بشويه ميه معطر كده، وبدات امسح بيها لان للاسف ما عنديش ملمع للاخشاب الفتره ديت، وبنسى اجيبه، واللي يعني اختي بصراحه اللي بتجيبه لي، فبنسى اقول لها تجيبه لي وكده.
فالمهم يا بنات ان انا بدات اعمل شبابيك السراير الاول من التراب اللي موجود عليها. وطبعا اللي عمل التراب برضو في الاوضه دي عشان تبقوا عارفين، يعني بقالنا كده من يوم الجمعه اللي فاتت، احنا النهارده كده معانا النهارده الخميس، الوقفه النهارده الخميس، من يوم الجمعه اللي فاتت يعني بقالنا 7 ايام الولاد مش بايتين في الاوضه. فطبعا مفيش بقى رجلي فيها ومفيش ايد فيها، فبتلاقي التراب بقى متراكم فيها ومحدش بيخش الاوضه خالص. فطبعا انا هروح اجيبهم النهارده الوقفه من عند ماما، كل سنه وانتم طيبين، هفطر النهارده عند ماما وهجيب ولادي وهاجي. فقلت انضف لهم طبعا الاوضه، وطبعا عشان كل سنه وانتم طيبين العيد الصبح بنفنش بقى الشقه وبنفرش معانا فرش العيد. فطبعا فرشت بقى الدنيا كده ونضفتها لهم. فجيت انضف تحت السرير دوت كده، ابص عليه لقيت لا في تحتيه تراب وفي تحتيه جلاد كده كتاب مرمي. فروحت جايه قلت يلا بالمره، عشان ما ينفعش بقى ان انا انضف الدنيا كده من على الوش، مش بعرف خالص. فقلت بقى بالمره كده، رحت تانية المرتبه وكنسنا الترابه وظبطنا الدنيا، وكنت جايبه على طول الفوطه بلمع، بس ما مسحتش مسيح عميق، لا انا بلمع، بشيل التراب الناعمه اللي موجوده في الارض، يعني عشان انا لسه مسحه اليومين اللي فاتوا، وتقريبا مسحت كتير قوي الفتره اللي فاتت دي، فهي مش محتاجه تتمسح، هي محتاجه التراب الناعمه تتلم. بدات اجيب الطقم الموف ده وبدات بقى ان انا افرشه كده. طبعا انا بحب افرش السراير، او عندي سراير الاطفال اللي هي الاطقم على بعضها، يعني هو طقم يعني كل طقم ليه السريرين بتوعه. فطبعا بدات ان انا افرشهم، وخلصنا السرير الاولاني، واللي عملناه في السرير الاولاني هنعمله في السرير التاني، هنتني المرتبه ونبص تحتيها. احنا كده كده كنا ملمعين الشباك بتاعهم واحنا من التراب، واحنا بنلمع السرير الاولاني. طبعا انا جايبه الفرشه دي بهف، يعني بعمل بيها المرتبه كده، بحيث ان انا مش عايزه اخبط جامد، لان الشانيليا ده مهما تخبطها هيطلع منه تراب، فمش عايزه اعفر الدنيا. يعني بشيل اي كده ترابه ناعمه، اي حاجه موجوده على المرتبه بالفرشه كده سريعا كده بعملها. وبعد كده بقى بصيت تحت السرير ده، لقيت السرير ده تمام مش محتاج اي حاجه ومفيش اي مشكله فيه. رحت جايه بقى منزله المراتب وفرشه الملايه التانية، وهبدا اشيل الحافظه دي. الحافظه دي عايزه تتغسل ومش نظيفه، بس انا مش هغسلها، لا هلمها. رحت ملماها ومطبقاها وشلتها جوه في الاوضه اللي انا بشيل فيها الحاجه. ان شاء الله نعدي يومين 3 من العيد او بعد العيد ابدا اغسلها. كده كده الصيف جاي واحنا بنحتاج غسيل حافظات كتير، وبنفضل بقى نبلبط في الميه براحتنا. فان شاء الله بعد العيد انا هغسلها باذن الله. انما حاليا او اليوم ده لا، النهارده الوقفه انا مش هغسل حاجه، انا بفنش الدنيا بقى اللي موجوده معانا كده وبظبط دنيتي. فطبعا يا امارات كده رحت مطبقاها مدخلاها الاوضه زي ما قلت لكم، وباذن الله ربنا يعني اشوف بعد العيد يا بعتها الدراي كلين يا انا هغسلها. جبت هنا برضو بعد ما عملنا الترابه اللي موجوده في الارض، طبعا انتم مش شايفين مفيش حاجه غير الترابه، يعني مفيش اي اعزكم الله زباله او حاجه. هنا الكاميرا بتاعتي بصوا باظت خالص، ادعوا لي ربنا يعيني واروح اصلحه الموبايل لان نافعني كتير قوي. فالكاميرا اللي هي بتجيب الجزء الشامل كله باظت خالص زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه وقع بقى من ايدي من ايد الولاد، المهم ان الكاميرا باظت. فالمهم بقى يا بنات، السجاده دي انا كنت ركناها بقالها كتير مغسوله ومركونه، فرحت مطلعاها منفضاها تنفيضه كده وبدات ان انا افرشها بقى معانا. دي طبعا هتبقى سجاده الصيف معانا لانها بتبقى خفيفه كده معايا وبتبقى حلوه ما شاء الله. فنشنا اوضه الولاد وخلصناها، هطلع بقى على الريسبشن هظبطهم. قولوا لي بقى ايه رايكم في الشجره الجميله ومكانها هنا. البوت الجميل ده شكله حلو قوي، انا كنت جايباه بصراحه ان انا احطه معايا على رخامه المطبخ. طبعا انا مقصره قوي الجزء اللي فوق بتاع المطبخ، فالمساحه صغيره ما بين الرخامه وما بين الجزء اللي فوق، فلقيتها شكلها مش حلو وشكلها مش عاجبني، وانا حسيت ان هي كبيره شويه عن المطبخ او ضخمه شويه عن المطبخ، فحطيتها هنا عند المكتبه. قولوا لي ايه رايكم فيها، المكان بتاعها ده كده حلو ولا لا؟ انا حاسه ان هو ماشي شغال. هي طبعا عايزه مكان احسن من كده، او عايزه المكتبات بتاعه التلفزيون اللي بتتحط تحت الشاشه ديت وتتحط عليها تبقى شكلها احلى، بس طبعا انا مش متاح عندي المكتبه، فحطيتها على المكتبه اللي احنا معلقينها دي او الجبسن بورد اللي احنا عاملينها دي. فقولوا لي ايه رايكم، ماشي الحال برضو كده زيي ولا احطها اشوف لها مكان تاني ولا ايه؟ المهم يا امارات، الريسبشن انا كنت عاملاه، انا مريت عليه مرار الكرام، كان عليه برضو شويه هدوم بصراحه، وكان عليه شويه حاجات لميتها وظبطت الشلب برضو بالفرشه الصغننه الناعمه اللي احنا جبناها دي. بدات برضو اعدي عليها كده سريعا سريعا، يعني مش حاجه عميقه، لا سريعا سريعا كده بقيت ابص عليها، اطمنت ان كل حاجه تمام، لسه الدنيا بخير زي ما هي. طبعا عشان الولاد مش موجوده عندي، ربنا ما يحرمني منهم يا رب ويخليهم ليا، اليومين دول طبعا اجازه وما صدقوا خلصوا امتحانات، جريوا جري باتوا ليلتين عند مامة باباهم اللي هي ستهم ام
هم باباهم، وبعد كده هم بايتين عند مامتي، وان شاء الله هروح اجيبهم النهارده كده عشان باذن الله يصلوا الصبح بقى صلاه العيد ويقضوا العيد معانا في البيت، وهنرجع تاني عند ماما وما فيش مشكله. ربنا يعيننا ويقوينا عليهم ويخليكي لينا يا ماما وما يحرمنا منك ابدا يا رب، ويديكي الصحه ويشفيكي ويريح بالك يا رب العالمين، ويفرح قلبك باللي انت تحبيه وتتمنيه يا رب. المهم يا امارات، برضو هنا في الريسبشن جبت على طول الفوطه سريعا سريعا كده بنلم التراب. انا بفنش، انا طبعا عامله روتينات عميقه، اللي ما شافهاش يرجع ان شاء الله للفيديوهات بتاعت اليومين اللي فاتوا، يعني هيتبسط جدا وهياخد طاقه ايجابيه ان شاء الله. المهم ان انا كنت عامله روتينات عميقه حلوه قوي، فاحنا بنفنش بس الدنيا كده معانا. رحت فرشه معانا الحافظه الجميله دي برضو حافظه من السجاده، وطبعا للاسف ما عنديش مشايات نفس اللون بتاعها، ففرشت بقى اللي هي المشايات اللي انا قصاها من السجاده الكبيره النبيتي. وطبعا انا كنت قلت لكم ان انا هوديها الدراي كلين، بس طبعا الولاد مشوا وجوزي ما كانش موجود، وانا كنت بكسل ان انا اوديها برضو الدراي كلين. فالمهم برضو اتطبقت واتحطت جنب اختها جوه معايا في الاوضه. باذن الله هنشوف بعد العيد هنغسلهم احنا ولا هنوديهم ولا الدنيا هتكون ايه، لسه مش مقرره بصراحه. يعني انا سايباها على حسب صحتي ساعتها وعلى حسب وقتي ساعتها، فربنا يعيننا ويقوينا ويرزقنا الصحه جميعا يا رب العالمين، ويعود عليكم يا رب الايام بالف خير، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. ادعوا كتير قوي يا بنات النهارده، وان شاء الله ربنا يستجيب ليكم باذن الله. طبعا انا كنت شغاله وقاعده مشغله جنبي بقى شعائر الحج كده، وبصراحة بحب قوي اشغلها في البيت، وبدنيني بقى اردد معاهم واصلي على سيدنا محمد شوية واستغفر ربنا شوية وادعي باللي نفسي فيه شوية، وربنا ان شاء الله يتقبل دعائنا باذن الله يا رب العالمين. طبعا انا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في البوت اللي محطوط هنا كده. وعايزه اقول لكم بقى يعني خدت بقى لحظه استراحه، لان بصراحه في الوقت ده كده انا ارتحت واتبسطت ان اهم حاجه دخلت الشقه عندي تمام. باذن الله بالليل بقى لما ارجع هفنش برضو المطبخ كده فيه بعض يعني تاتشات بسيطه ان شاء الله هعملها بالليل، واظبط دنيتي بحيث ان احنا نكون نايمين النهارده تكون الدنيا مية مية، وتكون شقتنا كلها الفرش كله تم على خير. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم يا رب الايام بالف خير يا رب العالمين. اوعوا تكوني نسيتيني باللايك يا امرايا، وطبعا تشتركي في القناه عشان تبقوا اخت من اخواتنا، وبكده اكون خلصت يومي خلصت روتيني. اشوفك في يوم جديد وروتين جديد، مع السلامه يا احلى قمر انتوا.